السلام عليكم وتحية طيبة للجميع أينما كنتم. مرحبا بكم معايا من جديد. كنتواجدوا في القنصلية العامة للمملكة المغربية هنا في طراغونة. المناسبة بما أن إسبانيا صدقت التسوية الجماعية هنا في إسبانيا، فرحة كبيرة للجالية المغاربة اللي مقيمين بطريقة غير نظامية. وبهذه المناسبة جينا للقنصلية باش نتناقشوا مع الأساتذة الكرام هنا، مع السيدة إكرام سعيد القنصلة، مع السي رضوان المحامي ديالنا، مع السي خالد نائب ديال القنصلة، السي كمال. هذه المناسبة هذه غنحاولوا ما أمكن نعطيو توضيحات، نجاوبوا على أسئلة ونقربوا لكم يعني المعلومة إن شاء الله، باش بما أنها مناسبة كتهم كاع الناس كاملين. أول سؤال غنوجهه للسيدة إكرام شاهين اللي تتكلم بهذه المناسبة هذه. السيدة إكرام مرحبا بك معايا مرة أخرى في القناة، راه الناس كاملين كيعرفوك. اللي كاين تكلمنا على قبل على لي رونديفو تماما. هذه المرة هذه المناسبة هي التسوية الجماعية. بعد الحلقة قلت نعطيو مجموعة توضيحات في الموضوع هذا، ما كرهتكش تكلمنا على هذا الموضوع هذا. السلام عليكم الأخوات والإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سي كريم كما عاد ذكر دابا تنعيشوا واحد العمليه ديال تسويه استثنائيه لفائده المهاجرين الغير نظاميين في اسبانيا اللي اعلنت عليها مؤخرا الحكومه الاسبانيه. هي بشرى للافراد الجاليه المغربيه اللي هما غيستافدوا، العدد كبير منهم غيكونوا من افراد الجاليه المغربيه ان شاء الله، واللي باش نواكبوهم في هذه العمليه هذه القنصليه نظمت هذه الدائره المستديره مع خبراء واخصائيين في شؤون الهجره باش نقدروا نعطيو معلومه مباشره وموثوقه للافراد الجاليه المغربيه، ويعني ما يطيحوش في مصريه، ما يطيحوش في الناس اللي غيبقاو يعطيهم معلومات خاطئه اللي غيقدروا يشوشوا عليهم ويعطيهم معلومات اللي غادي تخليهم يقدروا يضيعوا الفرصه ديالهم، اللي هي هذه فرصه ما خصهاش تضيع ان شاء الله، لان لاول مره تتعطى هذه الفرصه هذه بواحد يعني كريتيريوس اللي هما استثنائيين، يعني اللي هم غيشرحوها الاخوه اللي غيكونوا معنا الفرق بين هذه المرحله العمليه هذه وبين المرحلات اللي كانوا سابقه. دونك حنا دابا على اللايف في مواقع التواصل الاجتماعي باش نقولوا للناس شنو هما التدابير اللي اتخذتها القنصليات المغربيه باسبانيا بصفه عامه في هذه المرحله الاستثنائيه. ويلا خرجنا واحد الاجتماع، دايوغ تنستعذر منكم ان كاين واحد التاخر في الاجتماع ديالنا، وان يلا خرجنا من اجتماع طارئ اللي نضبطه وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج تحت اشراف السيده السفيره صاحب الجلاله بمدريد، ومع المدراء في وزارة الخارجية ومع جميع القناصلة المغاربة في إسبانيا باش نواكبوا أفراد الجالية المغربية وباش نعطيوهم المستجدات اللي كاينة والتدابير اللي كاينة، لأن بالنسبة يعني اللي تيدير هذا القانون التسوية هو إسبانيا، ولكن نعم. الناس ديالنا اللي غيحتاجوا الوثائق من البلد الأم ديالهم اللي هو المغرب. دونك التدابير اللي اتخذتها الإدارات المغربية بصفة عامة في هذه الظرفية الاستثنائية من بعد يعني ما يخص القانون الجديد يعني النقاش ديالو غادي يناقشوه الاخوان اللي هما مختصين في هذا الميدان هذا. يعني انا كما قلت لكم مهم بزاف نعرفوا بان هذه الحمله هذه خلات بانه يكون واحد العدد كبير المرتفقين اللي تطلبوا دي رونديفو في نفس الوقت، وتيقدروا يطلبوهم في نفس يعني نفس الشخص. هادشي لاحظته مباشره بعد ما مباشره في اليوم التالي كان واحد العدد اللي كما قلت لك ولا تيطلع يوميا. نعم. وصلنا توصل 7000 طلب. انا دابا مثلا كاينين اخبار تتمشي مثلا في لي ريزو سوسيو تيقول لك راه طلبنا واحد الطلب و6 ايام هذه ما تجاوبش عليه. هذه اخبار ماشي صحيحه، لان لي رونديفو حنايا راه دابا عندنا اون ابليكاسيون ان سيستيم تنقدروا نعرفوا شنو هو اخر رونديفو اللي تفاليدا. حنا دابا لحد الان خليناها كامل في يوم الاحد اللي هو يوم 1 فبراير. حنا دابا في ماشي ديال 6 ايام، هذا دابا حنا واحد اخر يومين اللي منطقي يعني اللي عندنا حنايا دابا هاد لي مويان اللي عندنا. وهذا هو السؤال ديال كيفاش سيدي اكرام كيفاش كيديروا تجريو هذا الكم الهائل وهذا الضغط اللي واقع دابا، كيفاش غاديروا تجريو؟ هذا الهدف اللي كان من هذيك الاجتماع الطارئ هو ان تم التعبئه شامله لجميع القنصليات المغربيه في اسبانيا اللي اتخذت يعني قبل من هذا الاجتماع، يعني مباشره من اللي وقع التوافد الكبير ديال المرتفقين. يعني تزادوا في اوقات العمل اليومي ديال القنصليات، ضعفت الطاقه الاستيعابيه المواعيد كامله. مثلا اللي كنا غادي نديروا 100 وكاله في النهار نديروا 200 300، حتى كاين قنصليه تدير 400 وكاله في اليوم. تنخدموا ابواب مفتوحه، يعني يوم السبت مثلا غادي يكون ابواب مفتوحه للقنصليات باش ان الناس يقدروا يديروا هاد الطلبات ديالهم. يعني غير هو شويه صبر، راه كل شيء ان شاء الله كلشي محمس دابا، كلشي محمس، كلشي مخلوع بان راه عنده واحد الفتره قصيره باش انه يدفع الطلب ديالو، وبان راه ما غاديش توصلوا هذيك الوثيقه ديالو، وهذا راه غلط.
لانه الا كل شيء احترم هذه المواعيد وكل واحد دار غير طلب واحد القنصليه ما يبقاش يكرر المواعيد لان داك تيخلي بان واحد اخر ما توصلوش النوبه ديالو، واحترمنا مشينا بهذه الطريقه هذه كل شيء ان شاء الله غتوصلوا. حيت وقع الضغط على البروغرام بتقول اكزاكتومون هادشي دابا اللي تيوقع هو ان ما تيخليوش ان فرصه واحده اخرى ان توصلوا للنوبه ديالو. دونك ان شاء الله كل شيء غادي يستافد، حتى واحد ما غتفوتوا الفرصه، كل شيء غيوصلوا الوثائق ديالو. وهذا الاجتماع اللي دارته وزاره الخارجيه كما قلت لكم تحت اشراف السيده السفيره وبتعليمات من السيد الوزير شؤون الخارجيه شخصيا، باش اننا نواكبوا الجاليه المغربيه في الظرفيه الاستثنائيه وباش يتلقاو حلول استثنائيه. وغيكونوا اجتماعات يعني مع الجهات المغربيه المختصه، لان هذه الوثائق الاغلبيه اللي تتطلب اللي غنرجعوا ليها اللي هي حسن السيره كوثيقه اللي هي اهميه واساسيه في هذا القانون هذا الاسباني، بانها غادي غيكونوا اجتماعات باش ان يشوفوا طرق اخرى باش ان الواحد ياخذها. لان دابا الطريقه الوحيده اللي كاينه اللي نشرح لجميع الناس باش يعرفوها من هذا المنبر هو انك دير وكاله لشي شخص باش يخرجها لك، يستخرجها من المغرب ويدير لها لابوستي ويصيفطها له. اما الا مشى طلبها من القنصليه لان كاينه هذه الامكانيه، ماشي ما كايناش، غير تجي بلا لابوستي. يعني دابا تنشوفوا راه كاين اقتراحات تبارك الله القناصله كلهم كانوا، لان حنا اوني سور لو تيران، حنا يعني يعني في ارض الواقع تنشوفوا شنو كاين، شنو هي المعاناه الحقيقيه ديال فعلا. فعلا سمحتي لي نقاطعك، انا فاش درت واحد الروبورتاج مع الناس بصفه عامه باش نشوف زعما شنو هي المطالب ديالهم باش تمشي الامور بسلاسه. مطلب يعني واش كاين امكانيه ان الموعد يتلغى، واش كاين امكانيه ان الابوستي ديال هنايا مثلا كلهم تطرحوا دابا في هذا الاجتماع اللي يعني طرحوا هذا الامر في الاجتماع. هاد الاقتراحات كلهم، لان الاكراهات حنا عارفينها الاكراهات هما واضحه شنو هما الناس اللي محتاجين المواعيد، محتاجين انهم يديروا تكون عندهم حسن سيره بلا بوستي في اقرب الاجال. الاكراهات باينه، الحلول حتى هي راه كاينه، الاقتراحات كلها ديال هاد الناس اللي كما قلت لك يعني الهدف من هذا الاجتماع هو اننا نحاولوا نعرفوا شنو هي المعاناه الحقيقيه ديال هاد الناس هادو، وحنا كقناصله اللي موجودين كما قلت في الميدان وصلنا هاد الطلبات والمطالب كما قلتي ديال الجاليه المغربيه بصفه عامه للجهات المختصه اللي غادي يديروا ان شاء الله اجتماعات ويتخذوا تدابير استثنائيه ان شاء الله. هذا الشيء يعني ما غاديش يكون مشكل ان شاء الله. كما قلت لكم القنصليات مفتوحه الابواب ديالها، يعني غيكونوا استشارات قانونيه دائما هذه من غير بدون مواعيد. دائما اللي ما عنده شي سؤال، اللي عنده شي استشاره، حنايا هنا باش نساعدوهم ونواكبوهم ونكونوا معاهم. كما قلت لك في هذا اللقاء اللي بغيت نوصله هو ان خصوصا ما يطيحوش في مصريه، ما يخليوش الناس يستغلوهم في الظرفيه. وكما قلت لك المعلومه ياخذوها من المصدر، علاش جبنا هاد الناس هادو باش المعلومه ياخذوها من المصدر، اي حاجه اللي خصتهم ياخذوها من المصدر، ما يخليوش ان يخليو اشاعات تبدا تدخل بيناتهم ويديروا تشويش. وهذا التشويش وهذا الشيء مثلا يتوقع في مواقع التواصل، نديروا اضرابات، نديروا مظاهرات، نديروا هذا، وهي كما قلت لك التدابير ان شاء الله احنا في صدد اننا نتخذوها تماما. يعني دابا كما قلتي يعني المشكل هو هذا، يعني بدا كطيح في يد السماسره، دابا غيبقاو حس السيره غادي يبقى يجيبوها بواحد الطريقه اللي ماشي هي ديك، يعني الامور كتبقى لنا وهذا منظمه، وان وصلنا لهذا الاجراء هذا ان شاء الله اللي كنتمناو انه يكون ابوستي هنايا، ربما كتحل واحد المشكل كبير ديال الناس المغاربه اللي عايشين هنا بلا اوراق. كنظن انا ان شاء الله كاين كما قلت لك الاقتراحات كلهم تطرحوا ان شاء الله غيتدرسوا ان شاء الله، والقرار كما قلت لك خصو يتخذ يعني من الجهات المختصه. وعلى داك الشيء اللي عندكم باش الناس يسمعوا هذه الهضره، لا بوستي تدار في العملات، لا حسن السيره تدار عند مديريه الامن، يعني كما قلت لكم الجهات يعني مختلفه اللي عندها فهمتي اللي نورمالمون خصها تدخل في هذه العمليه هذه. يعني كما قلت لك هذا ماشي قرار ديال القنصليه ولا ديال وزاره الخارجيه، ولكن خصكم تعرفوا بان راه طاقم معبأ، القنصليات كلهم معبئين، تعليمات جايه من السيد يعني الوزير الخارجيه والسيده السفيره وجميع المدراء ويعني شؤون القنصليه والاجتماعيه. وكما قلت لكم ان شاء الله ما كاينش مغربي ما غاديش يستافد ان شاء الله. ديري رساله مطمئنه، لا ما يقولش بان راه فاتوا الفرصه بسبب ان وثيقه ما جاتوش. هذه ان شاء الله ما غاديش تكون، وتنقدر ناكد لكم بان هذه القضيه ما تكونش. ولكن المواعيد راه مهمه، لان شفتوا في المواقع التواصل الاجتماعي بعض القنصليات انتم شفتوا اللي حيدوا هاد يعني التدابير ديال المواعيد والفوضى اللي ناضت والصوره اللي عطاو يعني البلد هنايا المستضيف بان حنايا راه غادي نجيو ديك الاعداد الالاف وهذا وما نحترموش، والصوره اللي غتعطى خايبه بزاف، ماشي كاع يعني ايجابيه. وحتى بالنسبه كما قلت لكم يعني الدوله الاسبانيه دابا اللي غتقول انا عطيتهم هاد التسهيلات وهما الفوضى اللي ناضت، ما خصهاش تكون يعني ماشي صالح ديالهم. يعني الا كان احترمنا كما قلت لكم مشينا بهذه الطريقه هذه ودرنا النظام ديالنا وخدينا المواعيد ديالنا، وكما قلت لكم ان شاء الله راه كاينين حلول، دونك ما غاديش يكون مشكل
يعني ان شاء الله سيدي اكرم، هادشي اللي بغينا نسمعوا منك باش الناس يطمئنوا شويه، لان لاحظت اننا شويه عندهم شي ديال الضغط، حاله عاديه الله يحسن العوان. تعتبر هذه فرصه الحياه ديالو، حيت هي فرصه الحياه ديالو، العائله ديالو، وغيستافد ديك الساعه من الحقوق ديالو كامله. وحنا هذا هو الهدف، يعني صاحب الجلاله الله ينصرو، يعني دائما الاولويه ديالو هي افراد الجاليه المغربيه في المهجر تماما. يعني هذه ما تنظن حتى شي دوله اخرى تعطي هذه الاولويه في اعلى مستوى قد الدوله المغربيه. نكونوا فخورين الحمد لله بها. كنشكر سيدي اكرم على التوضيحات ديالك. نسولوا السي رضوان محمدين مدينه طراغونه غني عن التعريف. بهذه المناسبه السي رضوان، اسبانيا صدقت على واحد القانون اللي هو زوين بزاف، اللي فرح المغاربه، مو فرح كل شيء، حنا كيهمنا المغاربه حيت حنا مغاربه. كي جاكم هذا الخبر وكيف تفاعلتوا معه؟ شكرا سي كريم، بارك الله فيك على فتح المنصه ديالكم الرقميه باش يستافدوا معنا اكثر عدد من المشاهدين، وكنسلم وكنحيي المشاهدين ديالكم. شكرا السيده القنصليه العامه على الضيافه. اول حاجه بغيت نطرق لها كيف ما بدات السيده القنصليه العامه، هي بشرى لكاع الاخوان اللي ان شاء الله داخلين تحت هاد التسويه، بشرى لهم. ولكن 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 الله يرضى عليكم، لا داعي للعجاله. هذا قانون ان شاء الله ما غادي يدخل حيز التطبيق كيف ما جات فيه العناوين العريضه حتى لشهر 4 ان شاء الله. تماما. ولهذا عندنا الوقت كافي باش نوجدوا هذوك الورقات اللي طالبنا بهم القانون. تماما. القانون كيف ما كيسمي راسه هو قانون تسويه جماعيه استثنائيه، وبالتالي حتى الشروط اللي مكلف بها المعني بالامر استثنائيه. سهله يعني ماشي صعيبه، سهله بزاف. الى رديتي البال السي كريم، هو ان المشروع جا باش يسوي واحد العدد اللي كيفوت 500,000. انا كنظن انه غادي يوصل حتى ل 700 750 حتى 800 الف اكيد، لان كاين بزاف مواطن. وحصه الاسد غادي تكون ديال اخواننا المغاربه الجاليه المغربيه ان شاء الله. العناوين العريضه ديال القانون. عنده راي اخر سي خالد. خالد اكثر خبره مني، ولهذا غادي نحترم ان شاء الله القرار والصراحه اللي غادي يصدروا في هذا الباب. قبل ما نبدا نفصل في هذا القانون، بغيت نكرر لا داعي للعجاله. نعم. هذا القانون جاء واحد الفئه اللي سماها القانون بنفسه فئه هشه، وبالتالي كل شيء سهل، كل شيء ان شاء الله مبسط غير معقد. ونوعيه رخصه الاقامه اللي غادي يتم الحصول عليها من احسن رخص الاقامه اللي كتمنح اسبانيا. العناوين العريضه، لان علاش كنأكد على عنوان عريض، لاننا مازال هذا الشيء ما تنشرش في الجريده الرسميه. يقدر يكون بعض التغييرات، بعض التحيينات، بعض التعقيدات، ولكن احنا حاليا بغينا نصطفوا ونوضعوا حد لهاد الاشاعات اللي كثرات في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التسويه الجماعيه. القانون واضح، كيقول بانه غادي يشمل الفئه اللي دخلت الاسبانيه قبل من 31/12/2025. تماما. يعني اللي كنتي كتواجد هنا قبل من 31/12/2025 بشرى لك غادي تدفع ان شاء الله. لا داعي للتسرع والبحث عن بروفات من هذا النوع ومن ذاك. القانون كيقول لك اي نوع من انواع الشواهد او الحجج، سواء كانت عموميه يعني من عند القطاعات العامه بحال مثلا الشرطه شي شهاده ضياع، مثلا طبيب شواهد طبيه، او لا حتى الخاصه. انا كنتذكر انه كانت قوانين تسويه بحال هذا في 2000 مثلا 2001 الناس دفعات بشهاده ديال الاوطوبوس، ديال الترام، ديال التاشيره. اي وثيقه كتثبت الوجود ديالك هنايا وصافي. اي وثيقه كيف ما بغا يكون كل شيء. طبيب، اي وثيقه كتثبت انك راك في التراب الاسباني، توكل على الله بالاسم ديال الشخص، توكل على الله ودفع بها وما تخاف من شي حاجه. الاشكال اللي كاين هو انه بالاضافه لهذا الشرط المبدئي ديال التواجد قبل 31/12/2025 ينضاف انه قبل ما تدفع، يعني احنا عندنا التاريخ اللي غادي يتفتح فيه هذا القانون هذا باش نبداو ندفعوا للناس هو 1 ابريل 2026، وغادي يبقى حتى ل 30/6/2026. الشرط الثاني بالاضافه للاول هو انك تثبت لهم انك عايش هنا في الاسبان لمده 5 اشهر. يعني مثلا شي واحد عنده نهار 30/12/2025 بروفا، يزيد على 5 اشهر غادي يدفع. تماما. الاول ما يتسرعش، تيجمع البروفا الايام.
علاش هذا الشيء السي كريم ونأكد عليه الاخوان الله يجازيكم بخير الا ما ردوا البال مزيان. راه قانون استثنائي غادي يفتح لمده شهرين، باقي عندنا الوقت الكافي باش نوجدوا راسنا. ما تدفعوش، ما تواصلوش مع شي شخص كيف ما بغى يكون النوع ديالو، خسطور، محامي، ولا نتوما بوحدكم عندكم الحق تدفعوا الا والدوسي عندكم واجد كامل مكمول. تماما. علاش؟ لان الضغط الرهيب اللي غادي يكون على مكاتب الهجره. انتم كتشوفوا غير القنصليات كتستقبل غير نخبه معينه من المهاجرين اللي هما المغاربه، والضغط اللي كيتعرضوا عليه باش يوجدوا الوكالات وحجز السيرات الى اخره. فما بالك بمكاتب الهجره اللي غادي تستقبل 500,000 حتى 700,000 طلب هجره، وهي نورمالمون في العام كامل ما كتوصلش ل 100,000 طلب. ورغم ذلك كنلقاو اكراهات وصعوبات وتعطال كبير في الردود. حنا كندفعوا دابا في طراغونه كيتعطلوا عندنا 3 اشهر 4 اشهر باش يجاوبونا. برشلونه كاين اللي كيتعطلوا عليه 3 اشهر ياك السي خالد. يعني خصنا الناس يركزوا على الملف يكون مقاد، ما يكونش الخطا يكون مقاد. علاش؟ لان من بين الامور اللي تطرق لها القانون السي كريم هو اللي دفع مثلا الطلب ديالو كيستوفي بيان سور هاد الشروط، ابتداء من 15 يوم عنده الحق يمشي يخدم، يدير التا اوتونومو، يقلب على مدرسه كان بغى يقرا. يعني هذه التسهيلات كيتضمنها هذا القانون الاستثنائي. بالاضافه لانه الا دازت 3 ديال الاشهر ما يسمى بالسكوت الايجابي ديال الاداره، سيلينسيو ادمينستراتيفو بوزيتيفو. الا دازت 3 اشهر وما جاوبوكش سي بريسومي فافورابل، تعتبر ان الطلب ديالك مقبول 100%. انا ما كنظنش انهم غادي يجاوبونا في 3 اشهر، وما كنظنش ان هذا العنوان العريض غادي يبقى بهذه الصيغه 100%. ملي غادي يسبوبليا في الجريده الرسميه غادي يكون تغيير. علاش؟ واش تتوقع السي رضوان انها تحط في الجريده الرسميه ديال الدوله؟ هذا هو السؤال، التوقعات ديالكم. سؤال جيد سي كريم. انا كنظن انه الاسبوع القادم، لان التراميتي ديال اودينسيا ساليناه، كنوجهوا لنا لجميع النقابات ديال المحامين طلب باش نساهموا ببعض الاراء ديالنا، ولكن شي اقتراح يفيد. نعم. القضاء يعني بين عشيه وضحاها غادي ان شاء الله يتم. يمكن لكم تقترحوا يطلعوا لا فاليديتي ديال حسن السيره ما تموتش على 7 شهور، بما ان لجا هو حجه بان راه عنده عام ولا عامين هو ما خرجش من اسبانيا. علاش ما يخليولوش حسن السيره؟ يعني الناس دابا جاو عندي عنده حسن السيره قال لي ولكن راه ماتت. كيفوت التاريخ ديالها ما كيبقاش قبوله. في هذه النقطه هذه السيده القنصليه العامه اصلا هاد السهوله والمرونه في التعامل مع حسن السيره كاين حتى في القوانين العاديه. السي خالد غادي يتطرق لهذا الموضوع. حسن السيره صالحه لمده 3 اشهر وكيزيدوا عليها 4، يعني كتولي صالحه لمده 7 اشهر. المده كامله اللي بقى هنا بطريقه غير شرعيه. هو غادي يمشي معك ابعد. السيده القنصليه العامه القانون كيقول لك الا ما عندكش اصلا حسن السيره وبينتي انك طلبتيها وداز شهر، غادي تجيب لنا غير التزام بانك طلبتي هذه الوثيقه وبان ما عندك حتى شي سابقه بوليسيه ولا جنائيه في المغرب، وغادي يعتبروا ان الطلب ديالك مقبول. هادشي علاش جينا اليوم السيده الاخوان سمعوا مزيان من عند الخبراء. هذا خبر يعني مفرح صراحه، مصدر موثوق. خبر مفرح مصدر موثوق. لا انا كنظن تدير عند النوتير هذا الالتزام. لا غادي يكون غير التزام عرفي ريسبونسابل كاينه عندنا في المنصه ديال مكاتب الهجره. غادي يتم تحميلها ان شاء الله وتعمرها من بعد شهر مثلا اللي ما قدرش يحصل على حسن السيره. الا ما قدرش يحصل على حسن السيره او لا طلبها وجاتو مثلا القنصليه وما فيهاش الابوستيل يدفع. انا علاش كنقول هذه الامور؟ لان الناس تمر عليها مرور الكرام، هي في الصالح ديالو ولكن امام الشك. دابا كاين ارتباك كبير. لا هو تيقلبوا على الصعيبه، دابا هو عنده الحل تيقلب هو على الحل المشكل. نقص في المعلومه عاوتاني. دابا راه حنا هنا باش كنوضحوا هذا الامر. هذا المعلومه كاين بزاف ديال الفيك نيوز، يعني المعلومات الغلطه اللي خاطئه تماما. بزاف. هو اللي لاحظت انا السي كريم احترامات السيده القنصل العام، وهذا بناء على التساؤلات والاسئله اللي كنتوصل بها. يسولك كيقول لك انا عندي الباسبور فيه الفيزا، واش نبدلو ولا نخليه؟ غير كتسكت غير شويه باش تجاوبو كيقول لك لا استاذ صافي وقيلا مني شككتي، يعني انا ما بغيتش نضيع، انا خصني غادي نعاودو. يا ولدي لا، راني غير بغيت نجاوبك باريحيه باش نقول لك انه ما كاين حتى شي مشكل ولا داعي انك تبدل هذا الجواز. بالعكس
هذيك التاشيره اللي عندك ديال اسبانيا وهذاك الطابع اللي عندك فيها راه دليل اضافي المصلحة ديالو. في المصلحه ديالو. ولكن خصنا نعذروا هذا الاخوان الساكن وهذا الارتباك اللي الضغوطات الرهيبه لان كيعتبروها انها فرصه العمر، وبالتالي اي شك اي حاجه غادي تخليه ما ينعش كيقول انا اقطع الشك باليقين تماما. الا كاين فيها الشك هذه القضيه غادي مثلا عندي العنوان في الباسبور في دوله اخرى غادي نمشي نبدل، عندي تاشيره في دوله اخرى غادي نمشي نبدل. هادشي اللي تيوقع دابا. في هذا الباب غادي نقول لكم انه اي واحد عنده جواز سفر فيه تاشيره مثلا ديال اي دوله اوروبيه شريطه ان تكون سي يعني سياحيه ما عندوش يخاف ما مشكل. يبدلش. ياك عنده البروفات ديال اسبانيا ياك القانون ما كيتطرقش لهذه النقطه هذه، وانما كيقول لك عندك بروفات انك كنتي في اسبانيا وغادي تثبت لي بانك عشتي في اسبانيا قبل ما تدفع لمده 5 اشهر. توكل على الله. كاين تاشيرات الدي اللي هي ديال الاقامه في بلد ما اوروبي. نعم. هاد الناس الخطر الوحيد اللي غيقدر يواجههم هو الا ردوا البال غادي يقولوا لهم جيب حسن السيره ديال هذاك البلد، ما كاين حتى شي مشكل. كلشي كيطلب تيليماتيكي يستصدرها، وإلا ما وصلاتوش غنرجعوا للقرينه الاخرى يدير الالتزام انه ما عنده حتى شي حاجه في هذا الباب ويتوكل على الله. بعجاله رجع معكم للشروط. احسن خبر. قبل من 31 12 2025 يثبت بانه قبل ما يدفع الطلب ديالو ان شاء الله عنده 5 ديال الاشهر متتاليه ويتوكل على الله بدون شكوك بدون ارتباكات بدون ضغوطات تماما. ان شاء الله باذن الله تعالى. حنا رانا باش نجاوبوا على جميع الاسئله ونحيدوا جميع الشكوك على هاد القانون ديال التسويه. كنشكرك سي رضوان على التوضيحات هذه، بارك الله فيك. القيمه جدا. سي خالد كاين شي اضافات؟ الصراحه باش غادي نزيد شي حاجه على اللي قال الاستاذ رضوان. اولا وقبل كل شيء كنشكروا الاستاذ ديالنا السيد القنصل اللي دائما يعني من اول مكالمه تعيط لنا احنا راه في الاشاره هي نهضروا معها كتقول لنا الابواب ديالكم مفتوحه. هذاك يعني السيده مجدة يعني الحمد لله واحد الجو ديال التعايش ديال التعاون ديال كنظن انا الناس ديال طرغونه والاراكون راهم محظوظين. هذه قالوها لي الناس برا هذه الهضره ديال السي خالد. الحمد لله. الاستاذ رضوان بصفه عامه القناصل كلهم المغربيين تيضرب بهم المثل. يعني احنا القنصليات المغربيه في الخارج يعني تعتبر من احسن القنصليات من ناحيه الخدمات القنصليه من ناحيه ديال التعامل مع كنشوفوا المعاناه ديال يعني جنسيات اخرى. لا شك انك القنصليه الوحيده اللي تدخل لها مع الباب تمكنك تدخل لا مشكل. يعني واحده اخرى ما يمكنكش تدخل مع الباب حتى الاستشاره يعني من غير الخدمات القنصليه. يعني الاصلاحات اللي دارت الاوراق اللي دارت يعني في التغييرات اللي حنا غاديين ليها يعني تنظن الحمد لله القنصليات المغربيه غادا في واحد الطريق اللي مزيان ويعني تنقارنوا قبل وبعد. طبعا الحمد لله. والسيد النائب ديالنا في الشق الاجتماعي ديالو الحمد لله دائما قائم معنا في جميع يعني الاعمال التشاركيه. والاستاذ رضوان اللي كيعتبرونا الاخ ديالي كيعتبروش يعني زميل في المهنه يعني الاخ اللي كيعمل في الخفاء دائما اليد ديالو ممدوده وربي يبارك له في وليداته. يعني الانسان اللي كيعاون في السر وربي يعني الانسان يعني انا كنفتخر به كاخ وواحد من بين الناس اللي كيخليني نجاهد وناتاكي في الريدي سوسياليز. تماما. لان الريدي سوسياليز عامره بالمعلومات الخاطئه بالمعلومات اللي باغي بنادم باغي يطلع البوز باغي يطلع ولكن نحاول يعني تستضفوا الناس اللي عندهم يعني الخبره عندهم التزكيه ديالهم عندهم التكوين ديالهم عندهم السمعه ديالهم عندهم لايماخين ديالهم في كل شيء. الحمد لله هذا الشيء اللي جاء ديال التسويه هو التسويه جات واحد باش غادي دير واحد يعني كاين تغييرات في الماده الخامسه بالنسبه للناس ديال الاسيلو والماده السابعه بالنسبه للناس ديال الاريغوس. هذا الشيء غادي غتوقع واحد الليونه باش نعطيو للناس يعني باش هاد التسويه محتاجك تقول معلومات هذه معلومات مهمه. 1155 يعني نهضروا حتى على الناس ديال البروفيسيونيل يعرفوا باللي ما كنهضروش عن الفراغ. يعني الريغلامينتو اللي تبدل في 20 في 11 2024 ودخل حين التنفيذ نهار 20 مايو 2025 فوالا. هنا جوج ديال الارتيكولوس اللي خلاو الناس ديال الاسيلو. علاش كنهضروا على اللاتينوس؟ لان اللاتينوس ملي كنهضروا على الاسيلو والاخوان ما كنهضروش على الناس اللي راهم حارقين كنهضروا على الناس اللي عندهم امبريساس راهم يعني على شفا حفرة
ولان هذه الماده الخامسه العمر ديالها جاء راها في شهر 5 غادي يكمل العام ديالها. يعني هي الناس ديال الاصيلو عندهم اللي ما جمعوا من شهر 5 يعني ما درنا في المتمط. الا زدنا يعني هناك هذاك الشيء ديال الناس ديال السياسه، حنا بغينا الورقه الناس ديالنا نلعبوا قدام باب دارنا. اذا غادي نمشيو بالنسبه لحسن السيره اللي كيهمنا دابا هنايا. نقولوا حنايا واحد النقطه مشتركه، اي واحد يعني الاستاذ رضوان هضر على المده اللي كتكون فيها صالحه حسن السيره، 3 شهور اللي كتجي فيها وكيزيدوا لها 4 شهور، واللي يدفع شي بيلف وما خرجش من الطرق الاسبانيه ما يحتاجش يجيب حسن السيره مره اخرى. يعني الا كان عندك ملف انت ديجا دافعو، الا بدلت يعني المكتب مثلا كان عندي شركه السكنه في طراونه بدلت لبرشلونه ما عندهمش الملف ديالي. يعني هذا من جهه. وهضرنا على ان كاين ديكلاراسيون ريسبونسابل اللي هضر عليها الاستاذ. يعني عندك الشهر الاول، الشهر الثاني الحكومه الاسبانيه هي كتكلف انها تواصل مع الدوله، تشوف هذا السيد واش عنده، يعني هي غالبا غادي تشوف الانتربول، يعني تشوف شي جرائم نقولوا حنايا يعني شي ليستا تكون كبيره، وإلا والو راه كتعطيك واحد ديكلاراسيون ريسبونسابل. علاش كتعطيك الوقت ديال 24 ساعه، العام راه غادي تجي، ملي تعطيك سنه راه غادي تولي عليك. يعني في الرينوفاسيون غادي تجي. كان شي يعني الحمد لله كنا حاضرين في التظاهرات اللي دارت في نوفمبر 2025 في مدريد قدام الوزاره ديال المساس. ومن بين النقط اللي هضر عليهم العبد الضعيف هما هادو. لا اون فوا كيتادميتا ليكسبيدينتي في التراميتي، كاين عندنا واحد الفيغورا اللي خدامه بها هي الاريغو الفاميلياريز ديال اسبانيولوس، كيبدا الخدمه اون فوا كيدخل. وقلت لهم ان كاين هنا ديسكريميناسيون على الباقي ديال الاخرين. كاينه بالنسبه لسيليسيو ادمينستراتيفو ديال 3 شهور، لان الاداره حنا في برشلونه شي مرات كتعجب باش غير برشلونه العاده الاغلبيه يعطيك هنا بروروغ اللي يعطيك الحق تخدم مثلا ديال اريغو بارافورماسيون ولا سوسيو فورماتيفو، ومنين على 7 شهور. اولا باش تمشي في الترخيص ما يعطيوهالكش، ثانيا بقات لك نتايا 5 شهور من 12 شهر. يعني هاد المشاكل كاينين ديالهم هنا. يعني حنا غنحاولوا ان شاء الله هذه الاداره باش الناس اللي نيت محتاجين يعني هذيك حسن السيره او النسخه الكامله واستاذ ما تحتاجش الوكاله، لان الاطفال اللي زايدين في المغرب خصهم هم النسخه الكامله او غير النسخه الكامله، ماشي ضروري دير النسخه الكامله وعقل جديد. المغرب كاين جوج من الحاجه. يعني خص المعلومات نتيقوا في الاداره. واليوم حنا الا جينا هنا عند الاستاذ عند القنصل، يعني هذه واحد الاداره ديال الوطن ديالنا اللي كنثقوا فيها وهي كتزكينا، وحنا ما عندنا ما نزكيوها، حنا هي اللي كتزكينا. لقاش الا جات هنا وثقت فينا، لان الحمد لله خدمت معنا سنوات وكانت تكون معلومه. والحمد لله يعني الملفات والناس اللي دازوا عندنا راه كيهضروا علينا، ما عندناش تقريبا جينيراسيون واحده اكثر من داخلين في العقد الثالث. يعني راه القدماء المشويه نبقاو نسالوا في طراغونه. اذا ما يعني من الحوايج اللي نقدر نزيد الا سمحت لي الاستاذه نهضر يعني شي كلمات بالريفيه، ما رباني شي حوايج يعني. اما يعني باش غادي نعاود اللي قال الاخ رضوان يعني كل شيء يعني ان شاء الله. اي مثلا يعني مش دوم لنا اي جني جنتو غاس ذا حسن السيره مريت التعريف دايس 4 شهور. يعني شنو يجي غاس حسن السيره الناس دايس 6 دايس قيم دايس 4 شهور قبل 6 شهور 4 قم ديال بانو باللي 30 ديال 6 عادي غتمثل حسن السيره. يعني النهار ما واش قد حاسده ما تدفع هذا الشيء الملف قبل. يعني اذا افضلناش تاع حسن السيره النظام بالنسبه لحسن السيره حتى ما راه تعادو خاص شهر مزوارو نخشاو سنين واش توشين شاغاش عقد كيش دار كلاراسيون ريسبونسابل صافي تيشناش. وبالنسبه للقنصله ما راه كسيته قاصير يجلك ضد القران. هذه نقولها حتى هي بالعربيه الناس اللي كيقول لك تحيد الموعد. اشنا هي تحيد الموعد؟ انا عندي واحد الدكان صغير ديال يمكن نقول لك واحد 1500 ديال ديكلاراسيون دري انت ما تقدرش تخدم بلا رونديفو. الاستاذ رضوان يعني شي بغى يضطر يدير رونديفو ملي كيكون عندك العدد يعني عارف وما غاديش يدوز داك الشيء اللي غادي تقد عليه الاخر ما غاديش تحيد الرونديفو. ولكن ملي كيكون العدد كيسوبر تكون هذيك الصوره بحال اللي شفنا مثلا القنصليه ديال باكستان صافي النص ديال القنصليه رانا الوقت عندنا الفوضى ويعني هنايا والحمد لله والنظام ديال المواعيد في القنصليه ديال المغرب حنا ما غادي نكتبلوا لحد لان كنخدموا مع القنصليه. انا المكتب ديال الاستاذ رضوان والاخوان كاملين الاخرين كنخدموا مع الجاليات الاخرين. انا الجاليات الاخرين باش تشد رونديفو ما هي وما لونها
ما هي وملونه باش نشد رونديفو. يعني هنايا راه كتشوف دابا حنا اللي فينا دائما بغيناها من غدا. دابا الرونديفو تيخرج لهم على اسبوع تيقول لك كيقول لك غادي، ودابا من الاسبوع الباقي الجاي. يعني اي اخوان، يعني الفيتشا، يعني التاريخ اللي غتاخذ بعين الاعتبار هو 30 في 6. يعني غنصوم ونعيد ان شاء الله العيد الصيف ونعيد الكامل باقي الوقت. ونمشيو كامل ان شاء الله، نفرحوا البلاد ديالنا في الصيف ودزوه ان شاء الله. ونتمنوا اي حاجه بالنسبه الحمد لله الاخر دول. يعني ما كنتشاور مع البلاصه ديال الخير، الناس اللي ما بحالهمش حنا مستعدين يخلصوا الطاسات ديالهم. علاش؟ غير باش يكونوا باللي يطمئن قلبهم انهم شي حاجه راه دارت شي حاجه يخلصوا رؤوسهم، يعني على الراس والعين. هذا ملي كنهضر على هذا الشيء، علاش؟ لان الحجم ديال الخدمه اللي عندنا دابا، راه الا هضرنا على 95,000 ملف اللي تخدمات في اسبانيا في سنه، الاخ رضوان راه ما كانش نفس في المكتب ديالو 95,000 ملف في سنه. ودابا انت غادي تجيب نص المليون، يعني غتضربها 5 المرات وغادي تضربها في شهرين ولا كاع 3 شهور. يعني راه المكاتب اللي راه كتطلب دابا الاخر غادي تخرج في اخر المطاف يحرقوا له الرسول الزجاج. يعني باش غادي خصنا نوعيو الناس اليوم دابا، توعي الناس باش ما يوقعوش هذا الاكتظاظ، باش يركزوا على الورقات ديالهم. لان علاش؟ انا كنعرف المكتب ديال الاستاذ رضوان كنجي عنده كنجري نلوح له تما هاك النهار 30 في 6 خص يكون عندي الورقات. لا، جيب لي الملف ديالك كامل مكمول، الملف يكون مقاد. وباش هنايا هذا هو الدور ديالنا حنا كمهنيين. يعني هذه الرساله ديال الاخوان ديالنا، يعني نعطيو لهم الناس كاملين المعلومات ديالهم وجد الدوسي ديالك. يعني اكيد هي ماشي غير المنصات يعني التليماتيكا اللي غادي تكون مفتوحه، اكيد غادي تفتحوا الادارات ديال اسبانيا، وغادي تفتحوا الكوريوس، وغادي تفتحوا الايونتامينتوس اللي حقاش 500,000 باش غادي تقضيها في شهرين. راه واحد العدد كبير جدا، كبير جدا. واش كاين امكانيه ديال انه هذاك 30 شهر 6 يقدر واش كاين امكانيه ديال ان هذاك البلاصو ديال 30 شهر 6 مع لا بوبليكاسيون ديال الديكريتو هذا يتمدد؟ لان الا كان صعيب ان اسبانيا تريطي هذا العدد ديال الطلبات. ولكن على حسب الوثائق اللي طالبين كيقول لك انت عندك شهرين ما جبتيهمش، عندك من الى. يعني بالنسبه لكم انتم راه تخدموا على حساب. المهم هاد الناس خصهم يكفي ان غير الطلب ديال انك تطلب واحد السيته باش دير هذا الغرض ديال حسن السيره. انا حبذا لو الى كان ممكن غادي دار يعني السيته دار بها انك فيها حسن السيره، وكاله من اجل حسن السيره، وتكون بالسبلوليه وكون كومبروبانتي تعطى المعني بالامر. وهو كيمشي يعني كيكون بالسيو ديالو مثلا كيجي هنا كيكون غير وكاله السيته فيها غير وكاله. لا كنقول لك ما يمكنلكش تقولها ديال حسن السيره، وكاله بصفه عامه. لا كنقول لك دابا حنايا باش الناس يعني تطمئن، يعني نقدروا نعطيوهم حنا سيرتيفيكات اكزاكتومنت. يعني السيد اللي جاي انت سيرتيفيكادو كتعطيها اش كيدير هو كيصيفطها المدريد يدير لها ليغاليزاسيون، ووجدت حسن السيره ولا تلفت ذاك الاخر ولا ما عرفت تلفات راك محمي. يعني دابا هنا كنوصلوا للرسمي نديروا معاه بحال تنديروا معاه في الباسابورتي تنعطيهم انتراميتي. حنديروا لهم انتراميتي نقول لهم راه الطلب ديالو ديال هذا انتراميتي. وانتم الاخوان شفتوا على هذه السيده رانا محظوظين. انا قلت لك الجميع خدام بنفس الطريقه كل شيء ان شاء الله. بالنسبه لواحد الكلمه يعني المواطنين ديالنا تنطمئنهم على ان يعني الطلبات ديال المواعيد اللي كيداروا راهم يعني كيتعالجوا كيتريطاو بكثر من الجهد ديال القنصليه. فلذا لا داعي ان الانسان يجي بلا موعد او لا يطلب موعد ويجي في غير الموعد ديالو. كما حنايا كنديروا واحد ليفور اللي هو كبير مضاعف وكثر من مضاعف باش ان الطلبات ديالهم يعني يتجاوب عليهم. وهذا فالناس تعاوننا بشويه عاوتاني ديال الصبر من جهتهم كما قالوا الاخوان قبل. فهذا الموضوع هذا ما غاديش يتسد من هنا سيمانه او 2 سيمانات او لا في شهر 4 ولا راه حتى 30 شهر 6 هذا الى ما كانش شي تمديد. يعني تنظن انه ربما يقدر يكون تمديد والله اعلم، ولكن راه حتى 30 شهر 6. دونك العجله ما مزياناش العجله من الشيطان. وحنايا عاوتاني تنطمئنهم باللي راه حنا تنقوموا بكثر من اللازم، وكل شيء غادي ياخذ الوكاله ديالو، وكل شيء غياخذ ان شاء الله حسن السيره ديالو، وكل شيء غيقضي الغرض ديالو. فالمسائل اللي هي يعني ما ملزومينش بها ما يديروهاش تماما.
والامور راه غدا في امان الله. شكرا سي كمال. سي خالد، السيد القنصل العام، اخر كلمه اخيره غير للمتابعين. الله يجازيكم بخير. ما تطيحوش في تسماسيله، تنأكدها ونعاودها. انا ما بغيناش ان يستغلوا هاد الظرفيه ديال هاد الناس هذا كما قال الاستاذ رضوان، راهم في ظرف يعني ظروف هشه، ما يزيدوش يكملوا انهم يطيحوا في الناس اللي كما قلت غيغلطوهم وما غادي هذا يستغلوهم. سيروا عند الاخصائيين، سيروا عند المحاميين، عند الخيستوريس اللي هما عندي يعني اللي يكونوا موكلين كوليخيادوس. ما تمشيوش عند اي واحد ويبدا تسمعوا الهضره اي واحد. ما بركوا من التشويش، بركوا ما تتبعوا ديك يعني هاد بعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني تتحرض التحريض ونديروا وقفات ونديروا، لان ماشي هو ذاك الحل. الحل رحنا كما قلت لكم تعليمات ساميه، لا من كما قلت لكم صاحب الجلاله السيد الوزير بنفسه، السيده السفيره، جميع يعني المدراء ديال وزاره الخارجيه، جميع الاطر والقناصله بنفسهم، كل شيء واقف على هذه العمليه هذه باش ان شاء الله حتى شي واحد ما تفوتوا الفرصه. ان شاء الله. وهنيئا للجميع. شكرا سيدي الكرام على التوضيحات. شكرا لكم كاملين الاسئله الكرام. اذا الاخوان كما سمعتوا يعني كانت هذه التوضيحات باش نوضحوا الراي العام كامل بهذه المناسبه.